في بيوتها في معاناة كبيرة جدا، مفيش بيت سليم في مصر، مفيش بيت مستقر بشكل كامل، كل الناس بتعاني من هذه القصة. طب ايه دوري انا وانا في ثانوية عامة؟ دوري ان انا احاول افصل بين هذه الامور وبين هذه القصة خالص. انا دلوقتي وقت المذاكرة بحاول اصفي ذهني خالص، بحاول اهدى جدا واركز في اللي انا بعمله. في مشكلة بره، انا ماليش دعوة، انا مش وقته، انا مش طرف في هذه المشاكل اللي دلوقتي شغالة. انت سنه بتحدد مستقبلك، فدورك ان انت تركز هذه السنه في هذه ايه القصه. انا عارف ان انتم مضغوطين، بندعي لكم كلنا. اهلكم مهما كانوا بيضغطوا عليكم او بيقولوا لكم ذاكروا، هم من محبتهم مش عايزينكم تكونوا الصوره اللي هم دلوقتي فيها. يعني لو اب ما اتعلمش بشكل كويس فنفسه ابنه يتعلم، لان العلم حلو جدا، والاهل اللي ما عندهاش اي مشكله تقطع من جلدها ولحمها وتديلك عشان خاطر تتعلم. طيب انا معلش اهلي طريقتهم. طيب يا دكتور انا عندي مشاكل في البيت وصراعات بين بابا وماما وبين اخواتي وبين الدنيا خربانه جدا وانا مش قادر